السعودي. الآن أصبح شفنا فرص كبيرة ياسر من جانب الفريقين. الحكم مش يقول عاول الإمام أمامكم، شوفوا يراوغ إذا أحمد خليل، الحكم يأمر جمال الدين الإمام مازال محافظ على كورته من مهدي الزنايدي. إذا ترجع كرة لفات الملعب التونسي اللي إلى حد دقيقة إذا 14 تقريبا، وهذه فرصة لفات الملعب التونسي بالسلامي، وكاد يكون الهدف الأول وباهية من سويلح. كاد الملعب التونسي بتحقق النتيجة. شوفوا جمال الدين الإمام باش يراوغ، وبسام الدعاسي يحاول باش يوزع، والكرة نفذ وكانت تكون بصفة مباشرة وترجع جمال الدين الإمام مازال باهي المراوغة. الفرصة والهدف الثاني لفاز الملعب الطليعة. ونعاودوا نشاهدوا إذا بالكرة البطيئة وفرحة كبرى إلى جماهير الملعب التونسي وكل جماهير كرة ممثل كرة القدم التونسية. شوفوا جمال الدين الإمام ثنائية توزيعها في الوقت وحده حر من كل رقابة. هاي اللحظة اللي تحكي عليها توفيق. هذا هو. لأن وصلنا الآن إلى اللحظة الصفر، وجمال الدين الإمام أخرى للإمام قائد فريق الملعب التونسي سيرفع عاليا بعد ما يقبل هذه الكأس، والفرحة الكبرى بالنسبة إلى فريق الملعب التونسي المتوج بهذا اللقب الإقليمي، اللقب العربي للمرة الثانية في تاريخه، وانتصار آخر. لحال أيامنا كلها أفراح ومسرات ومن تتويج إلى، وإن شاء الله الرياضة التونسية تتألق كأحسن ما يكون في نهايات كأس العالم، وتمثل الكرة العربية والإفريقية على أحسن شكل. وعلى هذه الصور الجميلة حضرات النظارة الكرام